وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنا الجسم الذي يدور حول نفسه وتدور حوله الكواكب والكون. أنا متفائل، يعني الوشوش كلها بتضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبوابتك هي انك تصلي على سيدنا النبي. حاجة تايهة منك صلي على سيدنا النبي. أنا الجسم الذي يدور حول نفسه وتدور حوله الكواكب والكون. هذه أشهر جمل حسين سليمان مؤسس الليلة الصوفية. بدأ الدرويش حسين في عام 2013، وذلك بسبب أن كان لديه أصدقاء في فرق فنون شعبية. تعلم منهم أول صورة للدرويش مولوية، حيث تقابل مع درويش قادم من تركيا وتعلم وتمرن معه عن كيفية اللف المولوي حتى تمكن منه بطريقة صحيحة. أسست الطريقة المولوية على يد محمد بن مولانا جلال الدين الرومي، ذكرى وفاة مولانا جلال الدين الرومي، تخليدا لذكرى العشق الإلهي مع مولانا جلال الدين. وشمس التبريزي لما تقابلوا لقوا بعضهما قفلوا على أنفسهم ليتكلموا مع الله، فأهل القرية غاروا على مولانا جلال الدين الرومي وأخذوا شمس وضربوه حتى مات. فمن حزن مولانا جلال الدين الرومي بدأ بلبس العباية البيضاء، يلف ويرفع يده للدعاء إلى الله بأن يسامحهم عما فعلوه في شمس. أما عن دخول المولوية في مصر فكانت في أواخر 1870، حتى بدأ الصراع بين مصر والدولة العثمانية، وبدأ دخول الدراويش في السياسة مع الدين. فأمر الخديوي وقتها أن تتوقف الطريقة المولوية، وتوقفت مع آخر شيخ درويش وهو محمد غالي الدر الذي توفى عام 1915. ومنذ ذلك الوقت انسحبت الطريقة المولوية من دول العالم كلها. الدرويش يبوح بسر العالم طوعا. كلماته عطية ثمينة منذ ذلك الوقت اعتبرت ليلة التجلي المولوي أول ليلة خاصة بالطريقة المولوية، ويعتبر حسين سليمان أول درويش يظهر في مصر منذ 107 سنة.